بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم مرة أخرى على قناة رضوان RG. فاليوم إن شاء الله جينا بواحد الفيديو تاني جديد، وتنعتذر على التأخر اللي دام واحد 5 شهور، اللي صراحة كان غياب يعني طويل بزاف. واليوم إن شاء الله راني رجعت لكم هذا الفيديو اللي تعرف اليوم واحد العرس كبير بزاف. فاليوم صراحة تنعرف اليوم لحظة حاسمة في دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس نهائي قوي جدا. وهذا النهائي اللي يجمع بين فريقين كبيرين على الصعيد الإفريقي وكذلك على صعيد العربي. فاليوم إن شاء الله على الساعة العربي بين الوداد المغربي والأهلي المصري. فعرفنا باللي المباراة الأولى اللي كانت قامت بالقاهرة واللي انتهت بالفوز ديال فريق الأهلي ب2 الأهداف لواحد. هذا الهدف الوحيد اللي كان سجل فريق الوداد الرياضي هو اللي خلى حظوظ كبيرة لفريق الوداد المغربي. فبالنسبة لفريق الوداد في هذه المباراة إن شاء الله، اللي كما قلت هذا الهدف اللي كان سجله يعني أعطاه حظوظ قوية وكبيرة بزاف للحصول على هذه الكأس الإفريقية. فمباراة اليوم إن شاء الله بإذن الله التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، 9 بتوقيت مصر، وكذلك 10 بتوقيت السعودية. فبالنسبة لفيديو هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله، اللي الموضوع ديالو القنوات الناقلة لهذه المباراة. فالقنوات الناقلة لهذه المقابلة إن شاء الله فالرياضية المغربية TNT هي التي ستقوم بنقل هذه المباراة داخل المغرب. فكما تعرف الجميع، فبالنسبة لالتقاط هذه القنوات فهي داخل المغرب فقط، وهي طريقة سهلة وسهلة جدا. اللي بغى يعرف طريقة التقاط هذه القنوات فما عليه إلا يعني يشوف الفيديو راه كاين عندي في القناة إن شاء الله بإذن الله، يمكن له يعني يطلع على الطريقة كيفية التقاط قنوات TNT المغربية. فكما قلت القناة الرياضية المغربية TNT، فمعلق على هذه المباراة وهو عادل المسعودي. فكذلك هناك قناة الناقلة لهذه المباراة وهي قناة BeIN Sport 4 HD، هي التي تقوم بنقل هذه المباراة. فهذه القناة كما تلاحظون، هذه هنا، هذه هي القناة الناقلة لهذه المباراة وهي قناة BeIN Sport القطرية. فبالنسبة للمعلق على هذه المقابلة هو المعلق التونسي رؤوف خليف. أما بالنسبة لحكام هذه المباراة فهناك الحكم الرئيسي باملاك تيسيما، وكذلك المساعد الأول إلفيس جاي، مساعد الحكم الثاني جيلبرت شرويت. أما بالنسبة للحكم الرابع فهو بيري إيتشو. هذا كل ما يخص هذه المقابلة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنوا يعني حظ كبير بزاف للفريق الوداد المغربي ممثل الكرة المغربية، باش يتمكن الحصول على هذه الكأس ويديها إلى الشعب المغربي. إذن نتمنوا للفريق الوداد البيضاوي حظ سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.